بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل الكسكسي، هنعمله يدوي. وطبعا ممكن يتعمل في الكبة، بس احنا هنعمله يدوي افضل، لان كمان طعمه بيبقى احلى. وطالما بنعمله يدوي يبقى الحاجة اللي هنعمل فيها يستانلس، يعني بلاستيك يعني او اي حاجة كده. انما ألمونيا ما يفضلش ان هو يتعمل في حاجة ألمونيا عشان الدعك كتير، فبتطلع الألمونيا مع العجينة. ودلوقتي هنبدأ. انا هنا عامله كيلو ونص دقيق، بفضيه وبيتنخل طبعا. ده ضمان ان الدقيق يكون نضيف مفيهوش اي حاجه. وهننخله ونشوف هنعمل ايه كمان. ودلوقتي بعد ما نخلت الدقيق، ده كيلو ونص طبعا حسب ما انت عايزه، كيلو او 2 كيلو براحتك. بنجيب كوبايتين ميه، بنحط عليهم معلقه شاي صغيره ملح، ما تكتريش الملح، هو بس عشان يظبط الطعم. وبنبدا نرشرش الميه كده، نبخها كده، لو بخاخه هيكون افضل. كده عشان ما يبقاش عجينة، يبقى حبيبات كده. وهنبدأ نفرك فيه كده. كل ما بتخدميه اكتر بيبقى النتيجة بتاعته افضل. انا بشتغل بايد واحدة عشان التانية برش بيها المية عشان ما تتملاش دقيق وتبقى عجينة. انا هشتغل بايد واحدة شوية كده، وبعد كده لما الاقيه مش عايز مية خلاص هشتغل بايديا الاتنين. تبدأي تفركي فيه كده جامد، تخدميه كويس، هيديكي نتيجة ان شاء الله كويس. زي ما احنا شايفين اهو حبيبات، مفيش تكتلات كبيرة، عشان ما بتحطيش المية مرة واحدة، لازم ترشيها كده. وزي ما قلتلك لو بخاخة بيكون افضل. دلوقتي هنفضل نبدأ نفرك فيه كده لغاية اما تحسي يعني مفيش دقيق في ايدك، كله بقى شارب مية. والمنخل ده متوفر في السوق ب15 جنيه، مش غالي. في منه كبير زي ده كده وفي صغير، بتستعمليه وبيديكي نتيجة افضل. بننزل كده بالمنخل، هي دي الطريقة الصحيحة للكسكسي. بتنزلي بقى كده، شايفة يعني كله معجون، بس مفيش واحدة ماسكة في التانية، كله مفرول. وحتى لو في حتة متكتلة كده بتنزليها برضو بالدقيق اهو. ده كده الكسكسي، بس لسه في مرحلة تانية هنكمل. دي كده بترشي على الكسكسي كده دقيق اهو كده، وبتنزليه لحد ما تخلصيه خالص. وبكده تكون دي اخر حاجة كده هننزلها، وهنشوف المرحلة التانية اهو. وبكده الكسكسي بيكون كده خلاص. وزي ما قلتلك اهم مرحلة فيه اللي هي بس بايديكي وانت بتحطي المية كده، بتنقطيها تنقيط او بتحطيها ببخاخة، هي دي اهم حاجة، وبتخدميه كويس خالص. دلوقتي هنعمل
بنجيبه كده على جنب. ونجيب منخل ضيق كده بتاع الدقيق، بتنزلي كده بكده انت بتكون نزلتي الدقيق اللي احنا منزلين بيه الكسكسي من المنخل، بتكوني اتخلصتي من الدقيق خالص كده. هعملهم كلهم كده ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه كمان. ودلوقتي خلاص عملت بالمنخل الصغير، نزلت الدقيق، هنشوف المرحلة الجاية ايه وهنكمل مع بعض ان شاء الله. وهنا جينا للمصفى. انا ما عنديش حلة بخار اللي هي متخصصة يعني للقدسية والكسكسي والحاجات دي، فبجيب المصفى العادية بحطها على حلة تكون عالية شوية، بحط نصها مية اهي. انا عندي حلة احط نصها مية واحط لها حبة ملح وعصرة ليمون عشان ما تسودش. ودلوقتي هشوف هعمل ايه عشان البخار ما يطلعش منها. بجيب ورقة وعجينة كده خفيفة اهي، بحطها على الورقة عشان مقطعهم كلهم على بعض اهي تمام، وبروح لازقاها بين الحلة والمصفى اهي كده، بعملها كلها داير ما يدور كده، وبعد كده بحطها على النار. ودلوقتي المية بتغلي في المصفى، بحط لها شوكة كده علشان ترفع الكسكسي بالقماشة ما تكتمهاش اهو كده، وبنسيبها كده على البخار نص ساعة، وبنشوفها بتقلبيها بعد النص ساعة عشان تفرول من بعضها. ودلوقتي بعد ما بقاله نص ساعة على البخار بتقلبيه كده بس من غير ما تنزليه ولا تعملي اي حاجة، بتقلبيه كده. بتجيبي اللي في الجناب ده اهو، اللي في الاطراف كده بتحطيه في النص اهو، يعني بتقلبيه بس وتغطيه تاني لحد ما يكمل سوا. ودلوقتي بعد ما استوى اهو مفرول مفيهوش اي حاجه، والكلاكيع دي بتفك اهي، الكور دي بتفك كده اهي، مجرد ما تلمسيها كده بتفك لانه استوى. وما بردش مرتين ولا اي حاجه خالص، هي التسويه واحده بس تديها حقها، يعني ان هي استوى بس. ممكن بتقلبي الشاشه بيه، حته القماشه تقلبيها مره كده ولا حاجه في ايدك وخلاص. كل ده بيفك كده. وبنبدأ نحط السمنة، سمنة بلدي طبعا، ونبدأ نقلبها فيه. وبيتقلب بالسمنة بالسكر، وطبعا في اللي بيعمله بالخضار واللي بيعملوا البط اي حاجه بالشوربه، كل واحد ايه حر يعمل اللي بيحبه. احنا بقى بنحبه بالسكر كده، بالسمنه البلدي بالسكر، وممكن تضيفي عسل اسود يبقى جميل خالص. ودلوقتي خلاص اهو فربته بالسمنه واتفكت اي كوره فيه زي ما انتم شايفين. هنحطه في طبق التقديم ونوريه لكم ان شاء الله. وده الشكل النهائي للكسكسي الحلو، جربوه ان شاء الله هيعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك وتفعلوا الجرس، وشكرا.